من الاكتئاب إلى العالمية. قرش المتوسط يبتلع ذهبيتين في بطولة العالم للألعاب المائية بسنغافورة. التونسي أحمد الجوادي لم يكتفي بأول ذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، واللي كان أول لقب عالمي له في مسيرته الاحترافية، زاد توج بالذهبية الثانية في سباق 1500 متر في نفس البطولة. الجوادي لم يرحم منافسيه، 14 دقيقة و34 ثانية فقط كانت كافية إنه يقطع فيها كل المسافة ويصل في المركز الأول. وهذا التتويج هو أكثر من إنجاز رياضي، لأنه لحظة عودة بعد معاناة شخصية. فالقرش صرح أنه كان يعاني من اكتئاب بعد نهاية مخيبة في أولمبياد باريس 2024، لكن بفضل دعم عائلته، فريقه الطبي وتدريباته الخاصة قدر يثبت أنه لا شيء مستحيل. والذهبية جاية، وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات مقارنة بالدول الكبرى، هذه المرة مش أول ذهبية لتونس، اللي كانت قادرة على إنجاب أساطير سباحة في السنوات الأخيرة، على رأسهم أكيد أسامة الملولي، أول سباح عربي يتوج بميدالية ذهبية أولمبية، ومعاهم أيوب الحفناوي وأسماء أخرى. واليوم اسم أحمد يضاف إلى أسطول قروش المتوسط.